خميت هون لكم زقات عنكم تحسنا بزعبا زانتا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوغن صحيح البخاري بوغن صحيح البخاري قرنا زانتا ان نبب ان مهار درسي نقبر كبرات سمعتنا لبزبن اب حج قريبو سلدله احاديثنا حج كنا نبي بنا ان شاء الله من صحيح البخاري وزي أحاديث زي كل كتاب الحج كان مجمريو قسام ترشتو أخنا نبوبو كان فتننا أبزح حلقة زيئة تطعمنا تديت عمنا خاء هذا مازال سمون دماه شقاع شعور بن حراس نحنا بسلام وأمان ننبب بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أتي تحسنا إن شاء الله لما أنتي بزعباء أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب صحيح البخاري ناي كتاب الحج كنا نبيبنا لما جمر يقول بسم الله الرحمن الرحيم يبلو الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال وبه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل أفأحج عنه؟ قال نعم. قال نعم. عفوا قالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. قال البخاري حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. ذو الحليفة طبعا ميقات ناي أهل المدينة. قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس بن عباس رضي الله تعالى عنهما. باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله تعالى عنه شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن ثابت قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر؟ فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت. باب فضل الحج المبرور. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا
لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. وإلتراويان ابتدأ بمن قدنا يمن دحرمة يوم يلملميناتهم بمن قد دماني ناي مدينة منورة بتيوم كأني أهل المدينة خونوا بمن قد جدة دما تخونوا من أهل جدة خونوا مالتهم والله أعلم. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خون خير دماني بمحاذاة يلملم أبتي يلملم كبتحم كله بأيرك حلفهم كله بمحاذاة يلملم يعني معنا خونوا كله كأود ماني اعتمار قبل خاني خوني. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقول نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. باب مهل أهل الكتاب للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذا الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرن. قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. باب مهل أهل الشأم. أهل الشأم هكذا كتبها الكتاب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. باب مهل أهل نجد. باب مهل أهل نجد. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن أبي رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذا الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. باب مهل من كان دون المواقيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها.
باب مهل أهل اليمن. قال حدثنا معلى بن أسيد معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ذات عرق لأهل العراق. قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل النجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. الحديث مرة أخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر ابن بكير التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله تعالى عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى يعلى، فجاء يعلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟
فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. يا سلام، حديث عظيم، حديث عظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم ترى عائشة رضي الله تعالى عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجا، نعم، الذين يرحلون هودجها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ قال: حدثني أسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في منفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. باب من أهل ملبدا. قال الإمام البخاري حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. الملبد هو الذي يضع الطيب ويضع مادة تنشف الشعر. إذا ما لتي ملبد يعني تي أنا ويتما خم زيت عين زقبره من أنت تجوروا فح كيبل بقاله جرم أنكس يبلون يرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فملبد بهال. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. باب الركوب والارتداف في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جريج قال حدثنا أبي عن يونس أيلي عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأزدية والأزر ولبست عائشة رضي الله تعالى عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت: لا تلتثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. قال البخاري حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما
ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأزدية والأزر والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك ل5 بقين من ذي القعدة. فقدم مكة ل4 ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2 ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. طبعا ذي الحليفة كبرات سمعتنا ميقات سيدنا مدينة منورة، فسيدنا محمد عليه السلام زهور سجدهم مكة ذي الحليفة مسكدو تزهري 4 ركعات سجدهم من المدينة المنورة، ذي الحليفة 2 سجدهم، وركعتين عصري، 3 ركعة مغرب، 4 ركعة، كل 3 ركعة دم العشاء عندنا فجر سجدهم، دهرا كل 3 ركعة زهور سجدهم، شعور لما كاتب القسم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. باب رفع الصوت بالإهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2 وسمعتهم يصرخون بها جميعا. باب التلبية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة ابن أبي عطية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن عطية سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2 ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. باب من أهل حين استوت به راحلته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريب قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الإهلال مستقبل القبلة.
وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فروحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات بها حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل بن أيوب في الغسل. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي المسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. باب كيف تهل الحائض النفساء أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال حدثنا حسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليمان بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم علي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أراني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله تعالى عنه فقال
نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نهر الهدي. قال: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهم: أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان أو كرمان عفوا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا أفلح بن حميد سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، وليالي الحج وحرم الحج. فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك يا هنتاه، ما يبكيك يا هنتاه؟ قالت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قالت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قال: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم أتيا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. ضير من دار يضير ضيرا، ويقال دار يدور دورا، وضر يضر دورا. باب التمتع والإقران والإفراد. سنقف هنا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. ومولد أباج الأكوان طلعته، ونوره أخرج الدنيا من الظلم، وارتج إيوان كسرى حين مولده.